ازيكم يا جماعه والفانتسي. بما ان يوسف مش فاضي وعنده تصوير، فالراجل قال لي ايه، اطلع يا عادي مكاني وخزوق الناس زي ما كنت انا بعمل. فانا بصراحه قلت هطلع واديكم نصايحي وربنا يسترها علينا وعليكم. يعني الجوله اللي فاتت انا جبت 82 نقطه والحمد لله، يعني ربنا كرمني وكان معايا لعيبه كتير جدا عملت حاجه. عندي بوجبا جاب لي جونين، ستيرلينج جونين واسيست، ضافي جاب لي جون، سون جاب لي جون في اخر دقيقه، عملت كلين شيت بلابورتي وباليسون. فربنا كرم. طبعا كنت بكابتن صلاح، انا كنت كابتن بوجبا بس بصراحه خفت، قلت يمكن اريح عشان دوري الابطال، لكن بوجبا جاب جونين وصلاح جاب جون، فالحمد لله يعني ربنا كرم وعدت. يعني خوازيق الجوله دي كان في خوازيق كتير، بس يعني اللي اثروا في الناس قوي اول حاجه اوباميانج. طبعا كان بيلعب هدرسفيلد والناس كلها قالت ان هو هيحط هاتريك وسوبر هاتريك. الراجل قال لك مدرب ارسنال قال لك عنده برد ومش هيقدر يلعب، ففعلا ما لعبش وضيع نقط كتير على ناس كتير بصراحه. في كمان راشفورد قدام فولهام، الناس كلها كانت متوقعه ان هو يبدا ويحط جون ولا جونين، الراجل قعد دكه عشان ماتش دوري الابطال. في كمان خيمينيز قدام نيوكاسل ما عملش اي حاجه، الناس كانت متوقعه ان هو يحط له جون ولا حاجه ولا جون واسيست. فدي الخوازيق اللي الناس اتخزوقت فيها الجوله دي. المفاجاه الكبيره بقى طبعا كانت في ماتش تشيلسي والسيتي، ماتش خلص 6-0. يعني بصراحه اللي كان مكابتن اجويرو الماتش ده او ستيرلينج ده مخاوي او شيخ، يعني بصراحه احنا لازم نتعلم منه، مكشوف عنه الحجاب. يعني ان اجويرو يجيب هاتريك في تشيلسي وستيرلينج جولين واسيست، بصراحه حاجه ما كانش اي حد يتوقعها. فاللي كان مكابتن حد فيهم ربنا كرمه وطار. كمان كولاسيناك مدافع ارسنال عمل حاجه غريبه جدا، الراجل عمل اسيست وكان عامل كلين شيت والدنيا ماشيه معاه زي الفل، فجاه حط جون في نفسه وضيع كل اللي هو عمله. سون بقى الحمد لله الحمد لله لحق نفسه ولحقنا كلنا في اخر دقيقه في الماتش حط جون. يا جماعه سون مهم جدا دلوقتي في تشكيله توتنهام، وطبعا اي حد عنده سون كان قاعد طول الماتش على اعصابه. الحمد لله يعني ربنا كرمنا وطلعنا بالكام نقطه اللي هو جابهم في الجون. والفقره الجميله بتاعتنا مين تجيبه ومين تسيبه. الناس بقى تصحصح معايا كده وتركز عشان الاسبوع اللي جاي في جولتين، والجوله الاولى اللي هي الجوله ال 27 عندك السيتي وتشيلسي وايفرتون وبرايتون مش هيلعبوا، فهيبقى في 8 ماتشات بس في الجوله دي. عندك اريكسن ممكن تجيبه قدام بيرلي، الراجل عمل شغل كويس الماتش اللي فات، جون واسيست وماشي بشكل كويس الفتره الاخيره وبيلعب اساسي طبعا في غياب الي وغياب كين، بقى مهم جدا في تشكيله توتنهام وبيشارك تقريبا في كل الهجمات، فهو بالنسبه لك هتبقى حاجه كويسه جدا. طبعا سون لو مش عندك لازم تجيبه، الراجل من نص فرصه بيجيب جون بيمينه وبشماله من جوه منطقه الجزاء. يعني بص سون لازم يكون عندك. جيب كمان اوباميانج عنده ساوثهامبتون وماتش على الارض ارسنال، اعتقد ان هو الماتش ده ممكن يجيب جون واثنين. لو الفلوس اللي معاك مش هتكفي ممكن تجيب لاكازيت، بيلعبوا هما الاثنين ولاكازيت بيبقى اقرب للجون. عندك كمان في نص الملعب فيه اوبشنز حلوه، عندك فليبي اندرسون عنده فولهام على ملعبه، في كمان عندك فرازر عنده وولفز على ملعبه. في خط الدفاع ممكن تشوف ايدلين مدافع نيوكاسل عنده ماتش حلو، عنده هادرسفيلد، وفي كمان روندون مهاجم نيوكاسل برضو، في كمان بامبا مدافع كارديف هيلعبوا واتفورد على ملعبهم، وكارديف دفاعيا الماتشات الاخيره عمل ماتشات كويسه، فممكن ده يبقى خيار حلو لو انت محتاج مدافع. مين تسيبه؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان السيتي مش هيلعب الجوله اللي جايه، ولو انت عندك 2 لعيبه من السيتي مثلا اجويرو ممكن تبيع اجويرو وتجيب اوباميانج. لو انت عندك لعيب واحد خلاص خليه دكه ما تبيعش حد، لان طبعا السيتي عندهم الماتش اللي بعديه عندهم ويست هام، فيعني لا على طول هيرجعوا الماتش اللي بعديه وهيجيبوا جوان كتير، فلو انت عندك 2 لعيبه بيع واحد وسيب الثاني. في كمان تشيلسي بقى، تشيلسي طبعا مش هتلعب الجوله اللي جايه والجوله اللي بعديها عندها توتنهام، فلو عندك اي حد من تشيلسي بيعه، وكمان لو مدافعين يعني لويز الونسو اي حد من مدافعين تشيلسي بيعهم وانت مطمن. يعني تكابتن مين في الجوله 27؟ عندك اول حاجه طبعا اوباميانج قدام ساوثهامبتون، ده رقم 1. رقم 2 عندك سون قدام بيرنلي. رقم 3 عندك بوجبا قدام ليفربول. رقم 4 عندك صلاح قدام مانشستر. انا طبعا ما انصحكش بده خالص، لان صلاح هي عقدته مانشستر وكل الماتشات اللي بيلعبها قدامه ما بيعرفش يحط جوان خالص، فلو انت عايز ترسك على صلاح اوكي، بس انا ما انصحكش بيه بصراحه. الجوله 28 تكابتن فيها مين؟ عندك طبعا اول حاجه اجويرو او ستيرلينج هيلعبوا طبعا ويست هام على ملعب السيتي، عندك برضو صلاح هيلعب واتفورد على ملعبه، كمان عندك اوباميانج هيلعب بورنموث على ملعبه. طب يا جماعه دي كانت حلقه الفانتسي، احنا موجودين على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام على كين فنيين، ونشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.